حكايتنا النهارده عن تانج، واللي فضل طول عمره يتدرب على كل انواع الفنون المختلفه، ووصل لمرحله بقى لا يقهر فيها، وكل ده بقى عشان ينتقم لموت اهله من الامبراطور الظالم بعد ما موتهم قدام عينيه. بس المهمه ما كانتش سهله، حرفيا قابل جيش كامل لوحده. فهل يا ترى هيقدر عليهم ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهارده. فاعملوا بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. ويلا نبدا حكايتنا، واللي بتبدا مع تانج، وبنشوف بعد كده في القرون الوسطى وحارس كده ماسك تانج وهو صغير ومركبه معاه حصان، وبيفضلوا يجروا بقى من المكان عشان يهربوا من جنود الامبراطور الظالم، والجنود كلها بيفضلوا يجروا وراه، والمطارده حرفيا بينهم بتستمر وقت كبيره جدا، وعايزين الولد ده باي طريقه. بس اثناء ما الحارس ماشي بيشوف قدامه مجموعه كبيره من الجنود واللي بيضربوا عليه اسهم وبيخلصوا عليه، لكن تنج بيعرف يهرب من المكان، وبيفضلوا يدوروا عليه بس ما بيعرفوش يوصلوا له خالص. وتاني يوم بنشوف بعد كده تنج بقى واللي قاعد كده في قلب الشجره وشكله ضعيف، واثناء ده بيعدوا عدد كبير من قطاع الطرق، واللي بيشوفوا الواد وبياخدوه معاهم وبيكملوا في طريقهم بقى عشان يودوه لزعيمهم، وبيحطوه كده في قفص، والواد بيفضل واقف وبيتفرج على كل ده. فبيجوا قطاع الطرق عشان ياخدوه، بس الواد بيفضل يصور كده ويضرب فيهم وعمال يزعق وبيفضل يعض فيهم، فبيتضايق الزعيم جدا وبياخده من قفاه كده وبيوديه لبحيره مليانه تماسيح وبيرميه فيها فعلا، وبيفضلوا بقى يتفرجوا عليه، والواد بيفضل يعافر كده والتمساح بيحاول يقرب منه، والواد بيكون مرعوب وبيحاول انه يطلع من المكان، بس في واحد رخم كده بيزقه تاني عشان يتفرج عليه والمتعه تزيد. لكن في اللحظه دي بيهجموا على المكان بقى مجموعه من الثوار اللي هم ضد الامبراطور، وبيفضلوا يخلصوا بقى على قطاع الطرق واحد ورا الثاني عشان يمنعوهم انهم يأذوا حد تاني. والصراحه بيبان عليهم انهم مهاريين جدا ومتمكنين من فنون القتال، واسلوبهم بيكون حلو كده ومميز. وبيروح القائد بقى وبيرمي سكينه لتانج وبيقول له محدش هيساعدك غير نفسك، فبينط الواد في قلب الميه وبيفضل يعافر مع التمساح لحد ما بيقتله، وبيبان عليه انه شجاع جدا، بس بيفقد الوعي من كتر المجهود اللي عمله. ولما بيفوق بيلاقي نفسه اتعالج من كل الجروح اللي حصلت له، فبيجي له قائد القراصنه او الثوار ده وبيقول له انت شجاع على فكره، وبيوديه للعراب بتاعهم وبيقول له انه قاتل بشجاعه وقلبه قوي. فبيحط عليه العراف ايده كده وبيتنبأ بمستقبله، وبيقول له ان مستقبله هيكون عظيم وهيكون من امهر المقاتلين وان محدش هيقدر عليه خالص. فبيقول له القائد انا مش هجبرك على حاجه، وبيعرض عليه انه يفضل معاه ويتدرب هنا ويكون مقاتل قوي في المستقبل، بس بيقول له لو عايز تمشي امشي، الاختيار متروك لك. فبيقرر تنج انه يمشي من المكان وبيخلع فورا، بس بيفضل يتفرج كده على الناس وهم عمالين يتدربوا، اللي بيرموا اسهم بدقه عاليه واللي محترفين في فنون القتال، فبينبهر من كل ده جدا وبالاسلوب بتاعهم، وبيقرر بقى انه يفضل هنا ويتدرب معاهم عشان يبقى زيهم في يوم من الايام. وبالليل بياخدوا بعد كده القائد وبيفضل يدربه بقى على القتال بالسيف، وبيفضل يتدرب معاه وقت طويل جدا. ومش بس كده، ده بيفضل يعلمه كل انواع الفنون المختلفه عشان يوصل لمرحله يبقى لا يقهر فيها، وكل الناس اللي موجودين في المكان بيساعدوه وبيعلموه كل حاجه، اللي بيعلمه التامل، واللي بيعلمه يتحكم في نفسه، واللي بيعلمه يقاتل. والايام والشهور والسنين بتعدي وبيكبر تانج، وعشان بيتدرب طول عمره بقى عنده سرعه وقوه ورشاقه مش عند اي حد تاني، وشخصيته بتكون قويه جدا لدرجه انه بنشوفه عمال يجري على افيال كده وبيقدر انه يتكلم معاهم ويسيطر عليهم كمان. وفي يوم بيجمع بعد كده القائد كل الجنود بتوعه وبيعلن بس عشان يستاهل المنصب ده لازم يعدي باربع اختبارات، واول اختبار بيكون مع الساموراي ده بالسيف، وبيدخل تنج وبيفضل يقاتل وبيبان انه سريع جدا وبيقدر انه يهزمه. وتاني قتال هيكون بالايد مع الواد ده، وبيدخلوا الاثنين وبيفضلوا يستخدموا الاسلوب بتاعهم وكل مهارتهم، وبيفضل تنج يضرب في الواد ده بس بيكون قوي جدا، بس في النهايه بيقدر تنج انه يسيطر عليه وبيهزمه هو كمان، وبضربه واحده كده بالرجل بيطيره وبينهي القتال. فبيدخل بعد كده واحد تاني وبيكون هيقاتل بالايد برضه، بس اسلوبه بيكون القوه، والشخص ده بيبان عليه انه قوي جدا لدرجه انه بيمسك تانج كده وبيفضل يطحنه، لكن بيقوم من تاني وبيستخدم ذكاءه وبيقدر يتحكم فيه، وبيقلبه على الارض كده وبيجبره انه يستسلم. وبكده كسب 3 اختبارات وناقص له واحد، والقائد بيفرح بيه جدا وبيقول انا صح. وبالليل بيدخل بعد كده بقى كهف الاختبار الرابع، بس بيسمع صوت واحده كده بتستغيث بيه، والواد بيفضل يتتبع الصوت ده لحد ما بيوصل لها وبيحاول يساعدها، بس بتكون متحوله وبتحاول تهجم عليه بس بيخلص عليها. فبيجي القائد وبيقول له انه بكده عدى من كل الاختبارات، وان بعده هيبقى القائد، وانه حاليا المقاتل الرئيسي باسم القبيله بتاعتهم، وبيعرفوا انه دلوقتي بقى لا يقهر. وتاني يوم بيعملوا احتفال وسط كل القبيله وبيعلنوا خلاص انه هيبقى القائد بعد موت القائد الحالي. وبالليل بيطلع بعد كده تنج ومجموعه من القبيله في اول مهمه ليه بعد ما بقى المحارب الاساسي، والمهمه انهم يعملوا كمين لجنود الامبراطور الظالم. وبيدخل تنج كده وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني، والواد بيكون جامد ومحدش قادر عليه خالص. وباقي رجالته بقى بيطلعوا من بين الشجر ومن تحت الميه، وبيستخدموا اسلوبهم في المبارزه بالسيف، وحرفيا بيخلصوا على المئات، وبياخدوا الغنيمه اللي معاهم واللي بتكون الفلوس اللي اخدوها من الشعب. وبعد نجاح مهمتهم بيمشوا بعد كده من قلب المكان وبيرجعوا القبيله. وبالليل بقى بنشوف بعد كده تنج وهو رايح يقف في مكان مع نفسه، وبيفضل بقى يفتكر ذكرياته زمان، وبنعرف ان ابوه كان راجل غني جدا بس كان دايما بيعارض الامبراطور، وان الامبراطور حاول يخلص عليه بس هو اخده هو ووالدته وهربوا لقريه صغيره، وفي القريه دي قابل بنت صغيره وحبها جدا. وبالليل جنود الامبراطور
الامبراطور هجموا على القريه دي وحرقوا كل البيوت اللي فيها وحصروا ابو تنج. وظهر بعد كده محارب الملك واللي بيكون مقنع وخلص على ابو وام تنج قدامه، والواد بيصرخ كده وعايز ينقذهم بس مش عارف، لكن ظهر له واحد كده كتم بقه واخده معاه على الحصان وهرب بيه عشان ينجو بحياته، وده الشخص اللي شفناه بيهرب بيه في اول الفيلم والجنود خلصت عليه. ومن بعدها بقى يونج هرب منهم ووصل للقبيله واتدرب، ولما بينتهي شريط ذكرياته بنشوفه بعد كده قاعد وهو متضايق وعمال يغل كده في نفسه ونفسه ينتقم في يوم من الامبراطور والمحارب اللي قتل عيلته. تعالوا بقى ننتقل لمكان تاني خالص وبنشوف مجموعه من قطاع الطرق اللي هم بيخطفوا الناس وبيؤذوهم دول وبيكونوا عمالين يعذبوا فيهم، لكن بيترمي على القائد بتاعهم حاجه في وشه، فبيبص كده للقائد وبيشوف اللي ضربه واللي بيكون تنج، فبيحاول يمسك القائد بس تنج بيديله ضربه واحده بيطيره بعيد، فبيهجموا عليه كل جنود القائد ده، بس طبعا تنج ولا بيهمه، بيمسكهم وبينزل فيهم ضرب واحد ورا التاني وهوب بوم طخ طرخ بيديهم القضيه وبيخلص عليهم خالص، وبيوصل باقي رجالته بيساعدوه. وبنعرف هنا ان قائد قطاع الطرق ده هو اللي رمى تنج زمان في قلب البحيره مع تمساح، فبيأمر تنج رجالته يعملوا فيه نفس اللي عملوا فيه وبيرموه في قلب البحيره مع التمساح، وكمان بيحرر كل المساجين اللي خطفوهم وبيدوهم الحريه. وبعد ما بتنجح المهمه بتاعتهم بيرجع بعد كده للقريه وبيدخل بقى القائد بتاعه بيعرفه انه عايز يروح المدينه لانه عايز ينتقم لعيلته من المحارب والامبراطور، والقائد بيتضايق جدا وبيكون رافض انه يروح لانه خايف عليه وبيقول له انا اللي ربيتك وانت ابني وان المهمه دي مش هتبقى سهله، لكن لما بيلاقيه مصمم على الانتقام بيقول له انا واثق فيك انت قدها وبيدعمه وبيقول له روح وارجع. وبيقرر تنج انه يروح لوحده ومش عايز مساعده حد، وفعلا تاني يوم بيركب الحصان بتاعه وبيمشي من قلب المكان وبينطلق بقى في رحلته للانتقام، والواد بيفضل يجري لساعات وايام وبيفضل يعدي من الغابه والجبال والطريق بيكون طويل جدا بس هو مصمم. تعالوا بقى نروح لقصر الامبراطور وبنشوف كده واقف قدام الجنود بتوعه وبيفضل يحتفل بقى ان هم غزوا بلد جديده وكده وان هو اقوى مملكه في العالم ومحدش يستجرأ يقف قدامهم، وبيطلع واحد كده وبيفضل يستعرض مهاراته وبيفضل ينط ويتشقلط في الهواء ويطلع نار عشان يحاول يبهر الملك ويسليه، وفي اللحظه دي بيرمي المقنع ده قنبله وبيشتت كل الناس وبيوصل للامبراطور وبيضربه واللي بيكون تنج، فبيهجموا عليه جنود الامبراطور عشان يحموا الملك بتاعهم بس الواد ولا بيهمه وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني ومحدش قادر عليه خالص ولا حتى يجري الاسلوب بتاعه، وبيهزمهم وبيروح للامبراطور وبيفضل يطعن فيه وبيرميه من مكان عالي وبيهرب فورا من قلب المكان قبل ما حد يمسكه، وبيحن بقى للقريه اللي هو كان عايش فيها زمان اللي اهله ماتوا فيها وبيروح لها كده واللي دلوقتي بقت مهجوره، فبيفضل يبص كده وبيفتكر ذكرياته وهو متأثر، لكن بيشوف قدامه المقنع اللي قتل عيلته زمان، واول ما بيشوفه بيغل والانتقام بيشعلل في قلبه من تاني وبيروح بقى وبيفضل يضرب فيه، والصراحه الواد بيكون اقوى من المحارب والمحارب ده مش عارف يلمسه حتى، لكن بيهجموا عليه جنود مقنعين بتوع المحارب ده عشان يحموا القائد بتاعهم وبيفضلوا بقى يتقاتلوا معاه وبيستخدموا بقى كل مهاراتهم والسيوف بتاعتهم وكل حاجه، بس الواد برضه محدش قادر عليه وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني ومهما كان اسلوبهم اسلوبه بيتفوق عليه، لكن للاسف بيهجم عليه عدد اكبر من المحاربين والمره دي بيقدروا يتمكنوا منه وبينزلوا في ضرب لحد ما بيرموه من على المبنى وبيتصاب اصابات خطيره جدا ومش قادر يتحرك، بس لما بيفتكر عيلته واللي اتعمل فيهم بيغضب وبيقاوم وبيقوم من تاني وبيدخل بقى وسطهم بنينجاكو طويل وبيفضل يواجه بقى لاخر نفس فيه، بس للاسف بيكون تعب وعددهم بيكتر وبيوقعوه على الارض كده وكانوا خلاص هيخلصوا عليه، لكن في اللحظه دي بيظهر من قلب الغابه فيل بيكون صديقه وبيقدر انه يبعدهم عنه وبيقف كده لحد ما تنج بيستجمع قوته وبيقوم من تاني وبيروح بقى وبيكمل قتال وبيمسك السيف بتاعه وبيفضل يقاتل، لكن بتيجي من وراه واحده من المتحولين من جنود الامبراطور وبتفضل تتقاتل معاه وبيبان انها اقوى منه والواد مش قادر عليها لحد ما بتطيره وبتوقعه على الفيل بتاعه، وبيبص قدامه كده بيلاقي مجموعه اكبر من جنود الامبراطور وبيظهر معاهم كمان الامبراطور واللي بيكون لسه عايش ما ماتش وبيعرفوا انه كان لابس درع معدن وان الطعنات بتاعته ما اثرتش فيه وبيبعت له بعد كده المقنع بتاعه، والمفاجاه هنا بيطلع ان المقنع ده هو القائد بتاع تنج اللي علمه كل حاجه ورباه وانه جاسوس اصلا تبع الامبراطور من زمان، والواد بيكون واقف كده مصدوم ومش مصدق ازاي اللي رباه هو عدوه وقتل عيلته وبيروحوا بيتقاتل معاه، بس القائد بيكون اقوى منه وبيقدر يتمكن منه بس ما بيرضاش يخلص عليه وبيقول له انه اسف وبيعتذر له وبيقول له انه يخلص عليه، فبيسمع كلامه وبيستغل اللحظه وبيقتله، بس بينهار بعدها لان ده كان في مقام والده وهو اللي علمه كل حاجه، وبيكون تنج استنفذ كل طاقته ومش قادر يتحرك خالص، فبيقول لهم الامبراطور انهم ياخدوه ويعلقوه، وبيقرر الملك بقى انهم يعذبوه بقى لحد ما يموت عشان يبقى عبره لاي حد يتجرأ يقف بس قصاد الملك، وبيفضلوا رابطينه كده بقى ويرش عليه ميه ويعذبوه وبيسيبوه من غير اكل ولا شرب، وحرفيا الواد بيتنفخ على الاخر، فبيؤمرهم بعد كده المتكلم باسم الملك او الامبراطور ده انهم يفكوا السلاسل بتاعته، واول ما بيعملوا كده الواد حرفيا بيقع على الارض من كتر التعب وما بيقدرش يتحرك خالص، فبيمسكوه بسلاسل كتير كده من ايده وبيقف قدام رجاله كتير وبيحاولوا انهم يضربوه، وفعلا بيفضلوا يضربوا فيه لدرجه انه ما بقاش يستحمل كل ده وبيفضل يصرخ كده بس هم ولا هاممهم، بيفضلوا برضه يضربوا فيه لدرجه ان العصيان بتاعتهم بتتكسر عليه، وبنشوفهم محاوطينه كده
كده بمجموعه كبيره من العصيان، وكل ده بيكون الامبراطور واقف بيتفرج ومستمتع جدا وما بيكونش عنده اي رحمه خالص. وبيقول لهم برضه انهم يكملوا وما يخلوش فيه حته سليمه. وبيقول لتنج بعد كده لما تروح الجحيم وتقابل والدك يبقى بلغه تحياتي. والواد اول ما بيسمع الكلام ده بيتضايق جدا وبيغل كده من جواه ونفسه ياكله، وبيقدر انه يحرر نفسه وبضربه واحده كده بيطيرهم كلهم بعيد. وبيقوم بقى وبينزل فيهم ضرب واحد ورا التاني، رغم انه بيكون مستنفذ كل طاقته ومش قادر اصلا يقاوم، بس برضه بيقاوم. وواحد بيجي بيضربه بالعصايه كده فبياخدها وبينزل ضرب فيهم، وبيستخدم بقى الاسلوب بتاعه اللي هو الضرب بالكوع والركبه، وبيفضل ينط في الهواء ويضرب فيهم. والصراحه الجنود ما بيقولوش قادرين عليه خالص. واول ما بيشوف الامبراطور الكلام ده بيتعصب جدا وبيبعت له جنود اكتر وبيحاصروه. وزي ما احنا عارفين القدره بتغلب الشجاعه، وبيقدروا انهم يضربوه وبيفقدوا الوعي. فبيامرهم الامبراطور انهم ياخدوه ويعلقوه كده ويسيبوه. ولما بيجي الليل بنشوفه فعلا متعلق، وكل يوم بيجوا وبيفضلوا يضربوا فيه وبيسيبوه من غير اكل ولا شرب لمده ايام. والصراحه مش عارف الواد ده عايش كل ده ازاي اصلا. تعالوا بقى نروح لساحر معين كده، واللي بنشوفه قاعد كده وعمال يعمل طقوس معينه وعايز يسحر الكاهن بتاع القريه. وفعلا بيبعت له سحر، بس الكاهن ده بيقدر انه يطرد السحر من جسمه وما بيعرفش يتمكن منه. وبنشوفه بعد كده وهو حالق زيرو كده. والكاهن ده في القريه هنا بيكون مقرر انه يقدس حياته بقى انه يهتم بالزرع والناس وبس. تعالوا بقى نرجع للامبراطور، واللي بيكون قاعد على العرش بتاعه كده وسرحان وعمال يفتكر بقى ذكرياته زمان، وبيفتكر الامبراطور اللي قبله وانه كان عايز يحتل مكانه. فحط له بعد كده سم في المشروب، وفعلا شرب السم ده وبدا يموت. لكن الامبراطور قال له قبل ما يموت انه هيلعنه، انه هيعيش طول حياته ومش هيشوف يوم حلو ودايما هيفضل بائس، ودايما الكوابيس هتفضل تطارده، وده بسبب ظلمه للناس وقساوته، وان في يوم هيجي مقاتل شجاع جدا هياخد مكانه في العالم ده ويخلص عليه. وبنشوف بعد كده الامبراطور ده وبينزل دم من راسه كده، وبيبدا العرش اللي هو قاعد عليه يتهز ومبقاش فاهم هو ايه اللي بيحصل. فبيقوم يبصوا قدامه بيلاقوا حرفيا كل رجالته ميتين ومش عارفين مين اللي خلص عليهم بسهوله كده. بس هو فجاه بيصحى من النوم وكل ده كان بيحلم اصلا، وبيكون خايف ان منصبه يروح لحد غيره. تعالوا بقى نروح لبره القصر وبنشوف كل اهل القريه متجمعين، واللي بيهجموا على مكان الامبراطور وبيفضلوا يضربوا في رجالته وعايزين ينقذوا تنج منهم باي طريقه. لكن في اللحظه دي بيظهر الساحر، واللي بيفضل يستخدم بقى مهاراته في فنون الكونغ فو والسحر، وبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني بمهاره عاليه جدا. والصراحه ما بياخدش وقت طويل وبيخلص عليهم كلهم في اقل من دقيقتين. واول ما الامبراطور بيشوفه بيفضل يسقف له، بيكون معجب بيه وبالاسلوب بتاعه، وبيعرض عليه ان يجي يشتغل معاه ويكون واحد من رجالته، وهيديله كل اللي هو عايزه، وبيديله كمان كيس ذهب كده كمكافاه على اللي هو عامله. بس الساحر بيقول له انا عارف انت بتمر بايه، انت بتعاني من كوابيس كل يوم، دي مش مجرد كوابيس عاديه، دي لعنه هتفضل معاك كل يوم لحد ما تقضي عليك. وبيعرفوا كمان ان المقاتل الامبراطور حذره منه زمان يبقى تانج اللي هو ربطه ده، وانه عايز يخلص عليك وياخد مكانك. واول ما بيسمع الكلام ده بيترعب جدا، وبيأمر رجالته انهم يخلصوا على تنج ده عشان يخلص منه بقى للابد. وفعلا تاني يوم بنشوف الحراس كده واللي جايبين تنج عشان يعدموه، وبيكون موجود بقى كل اهل القريه والقرى اللي حواليهم عشان يشوفوا المنظر ده. وفعلا بتبدا لحظه الاعدام، بس قبل ما يموت بيجي مرسال من المملكه الكبيره وبيديها بعد كده للامبراطور، واللي بيقول له فيها انه ما يقتلش تنج لانه مقاتل شجاع وانه ما عملش اي حاجه مخالفه. وده بيعصب الامبراطور جدا لانه كان عايز يموته، بس ما بيعرفش يتكلم لان ده امر من الملك الكبير. فبيجيب المستشارين بتوعه بعد كده وبيفتكر ان في واحد منهم خاين وهو اللي بلغ الملك بده. لكن في اللحظه دي بيجي طائر كده وبيفضل يشوفه ويهلوس، وبيشوف انهم بيتامروا عليه وكده وعايزين يموتوه. فبيمسك السيف وبيقتل واحد منهم، ولما بيفوق بيدرك اللي هو عمله ده، وبيقوم كده وبيبص في السماء بيلاقي غربان كتير عماله تطير في المكان، وهو مش فاهم هم موجودين هنا بيعملوا ايه اصلا. اما مرسال الملك بقى فبنشوفه هو جاي وبياخد تنج من الامبراطور وبيوديه لاقرب قريه عندهم عشان يعالجوه، وبيقول له الدكتوره اللي هناك واللي اسمها بن انها تعالجه. وبنعرف هنا ان بام دي البنت اللي تنج كان بيحبها وهو صغير، واول ما بتشوف اصاباته بتلاقيها خطيره جدا ومش عارفه تعمل له ايه، ومش عارفه هو هينجو اصلا من كل ده ازاي. بس الامبراطور ما بيسكتش على الكلام ده، وبيبعت رجالته هم ملثمين عشان ما حدش يعرفهم، وبيروحوا بقى عشان يحاولوا يموتوا تنج باي طريقه. فبيتصدوا ليهم الجنود بتوع الملك واللي بيكون مهاريين جدا، وكله بيفضل يضرب في بعضه، وبيبان عليهم كلهم انهم مهاريين من فنون الكونغ فو. بس للاسف ما حدش فيهم بيكون فايز في المعركه دي، وكلهم بيموتوا، وبيضحوا الجنود بتوع الملك بنفسهم في سبيل انقاذ شخص بريء. اما بين بقى فبتاخد بعد كده تنج وبتمشي فورا من قلب المكان وبتروح للكاهن بتاع القريه بتاعتها، واللي بيعرفها ان اصاباته خطيره وصعب ينجو، بس هو يعمل اللي يقدر عليه ويحاول يعالجه. وبيقول لها صلي وادعي لان نسبه ان يعيش 1% بس، وبيربطه بشاش كده بعدها بيعالجه وبيحط عليه اعشاب طبيه. اما اهل القريه بقى فبيروحوا كلهم وبيفضلوا يرموا المقتنيات بتاعتهم في قلب النار، ودي من ضمن الطقوس بتاعتهم لما بيدعوا يعني لحد وكده. وبيم كمان بترمي الاسوره اللي اخدتها من تنج زمان اللي هي التذكار منه، وبيعدي بعد كده على الكلام ده اسبوع، وبيروحوا بقى وبيشيلوا اللف
بيقفل على جسم تينج والواد بيفوق، بس ما بيبقاش كويس، بيبقى مشلول كده واعصابه متدمره بالكامل ومش عارف يحرك ايده، حتى لما بيجي يقوم بيفقد توازنه وبيختل وبيقع وبيتعصب جدا وبيجيب اخره من اللي بيحصل وبيزعق لبيم انها تسيبه لوحده وتمشي وما بيكونش عايزها تشوفه هو ضعيف كده، وبيفضل يحاول لوحده كده ويعافر وبيمشي فورا من قلب المكان لحد ما بيوصل على حافه جبل، وبيقرر ينهي حياته بقى لانه حس بالياس وانه ما عرفش كمان ياخد حق والده، وكمان ضعيف دلوقتي مش عارف يتحرك، فوجوده في الحياه يعني ملوش لازمه. بس بيوصل واحد متسول كده من اهل القريه وبيكون عايز يرد هو كمان، بس بيتراجع لان ده غلط. فبيجي الكائن بتاع القريه وبيقول له شفت المجنون بتاعنا عارف ان ده غلط وده راجع. فبيقول له وجودي في الحياه ما عادش له اي قيمه، انت شايف شكلي بقيت عامل ازاي، مش عارف اخد حق عيلتي ومش عارف اعيش ومش عارف اعمل اللي انا عايزه، يبقى هفضل ليه اصلا؟ فبيقول له بص قدامك كده وشوف شروق الشمس، دي حياتنا، بعد الضلمه دايما بيجي نور، والشاطر فينا اللي بيفهم ده ويبقى عارف ان كده كده النصر جاي، واوعى تفقد الامل مهما كان الاسباب. والصراحه كلامه بيكون ملهم جدا والواد بيسمع له وبيخليه يقعد بعد كده لوحده عشان يفضل يتامل ويرجع طاقته من تاني وشغفه، وبيفضل قاعد بقى في كهف لوحده كده وعمال يتامل وبيفتكر بقى الامبراطور واللي عمله في حياته وشريط حياته حرفيا كله بيعدي قدام عينه، وبيفضل يحاول يتدرب كتير على قد ما يقدر وعايز يفرد ثوابه باي طريقه عشان يرجع لياقته من تاني واعصابه اللي باظت دي. وبالفعل بيفضل يقوم بعد كده وبيقف على رجله، والمره دي بينجح فعلا، وبيفضل بعد كده طول الايام يتدرب، وبيجيله بعد كده بيم واللي بيفرح جدا المره دي لما بيشوفها، واللي بتفضل بقى تعلمه يرقص ازاي عشان يستعيد رشاقه جسمه من تاني وليونته، وبيبداوا يقربوا من بعض وبيحضنها وبيعتذر لها بقى عن اللي حصل وعن بعاده عنها طول السنين اللي فاتت دي، بس هي ما بيكونش هاممها بس انها شايفاه قدامها وخلاص. فبيمشي بعد كده من المكان وبيروح للكاهن وبيشكره انه انقذ حياته قبل ما ينتحر، فبيقول له نصيحه مني ما تسيبش نفسك لدماغك وعلى اليأس يتملكك مهما كانت الاسباب، ودايما حكم عقلك، خليه المسيطر على رغباتك والمتحكم في شهواتك، ولو عملت كده هتنجو من البيئه اللي حواليك ومن اي حاجه مهما كانت. وعشان تعمل كل ده عليك بتدريب التامل، والواد فعلا بيقضي كل وقته في التدريب، وبيتعدى ايام وشهور وبيفضل يتامل ويحاول بقى يرجع تركيزه من تاني، وبيبدا بقى يركز على التامل والفنون القتاليه، وبيحاول بقى يتدرب طول الوقت عشان يرجع مهاراته في الفنون. تعالوا بقى نروح للامبراطور واللي بيكون قاعد كده بيهلوس من كتر اللي بيحصل له والكوابيس اللي بيشوفها دي، فبيروح بعد كده لبيت الساحر ده عشان يعالجه، وبيدخل فعلا جوه للساحر، فبيرمي الساحر بعد كده عليه تعويذه كده بتثبته مكانه، فبيقول للامبراطور انت عايز ايه؟ فبيقول له عايز ابقى الامبراطور مكانك، فبيتعصب جدا وبيعرف ان هو اصلا اللي عمل عليه اللعنه دي من البدايه عشان ياخد مكانه، فبيحاول يقتله بس الساحر ده ما بيتاثرش وبضربه واحده بيطيره بعيد، فبيأمر الامبراطور بعد كده رجالته انهم يدخلوا يخلصوا على الساحر خالص، وفعلا بيدخلوا بعد كده بس السحر بيمسكهم بوم طخ طخ طخ، بينزل فيهم ضرب واحد ورا التاني ومحدش قادر عليه، وبيبان عليه انه متمكن جدا من فنون القتال مش بس السحر، وبيقدر يخلص عليهم كلهم في ثواني، وبيخرج كده وبيقول للامبراطور انت ما تستحقش مكانك، وبيطير وبيخلص عليه. وبعد موت الامبراطور بيعمل تعويذه على الجنود وبيتعين بقى الامبراطور الجديد، وكل الناس بيطيعوه بسبب التعويذه ولانهم خايفين منه. اما تينج بقى فبنشوفه لسه عمال يتدرب طول الوقت وما بيسيبش نفسه خالص من غير تدريب، لحد ما في يوم بيجي له بعد كده واحد من رجاله الساحر ده عشان يقتله وبيبعت له جنوده، فبيفضل تينج واقف كده ومركز وبيستخدم عقله المره دي وبيكون هادي، وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا الثاني باسلوب جديد، والواد الصراحه ما بيكونش حد قادر عليه خالص وبيخلص عليهم كلهم بسهوله، وبيجري بعد كده وبيروح للقريه اللي هو فيها وبيبص قدامه وبيشوف نص اهل القريه ميتين، وبيكون واقف مصدوم كده ومش مصدق اللي حصل. وفي اللحظه دي بيجوا رجاله اكتر برضه من رجاله الساحر، فبيحكم عقله وما بيخليش نفسه يغضب وبيفضل يضرب فيهم بقى بكل قوته وبيخلص عليهم كلهم، وبيمشي من المكان بقى عشان يظبط نفسه كده وبيستعيد شكله القديم، وبيروح يقابل الكاهن واللي بيفضل يشجعه وبيقول له يو ذا فيوتشر، يعني انت المستقبل وانت اللي تعرف تخلص على الساحر ده وتنهي عهد الظلم خالص. اما الساحر بقى فبيكون استعبد اهل القريه كلهم، واللي ما بيرضاش يشتغل بيخلص عليه فورا، ومن ضمن الناس اللي مستعبدين البنت دي بيم، واللي بتكون خايفه جدا ومرعوبه. وتينج بعد كده بيظهر قدام الساحر، فبيطلع الساحر بعد كده وبيقول له تفتكر انت هتعرف توقفني؟ انا ما حدش يقدر عليا خالص، انت نكره بالنسبه لي. وبيستخدم بعد كده سحره وبيعمل تعويذه كده بيحكم بيها ضوء الشمس وبيحول العالم كله لظلام، والناس كلها بتكون شايفه كل ده ومرعوبه. اما بين فبتحاول انها تروح لحبيبها بس بيمسكها الساحر وبيخلص عليها فورا، والواد اول ما بيشوف ده بينهار وبيفضل يصرخ لانها كانت اخر حد فاضل له، فبيتملكوا نار الانتقام والغضب وبيهجم على رجاله الساحر بكل قوه، وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا تاني بلا رحمه، واي حد بيجي قدامه ما بياخدش في ايده اكتر من ضربه واحده بيقضي عليه بيها، ورغم ان عددهم كبير بس برضه ما حدش عارف يلمسه، وبيضرب فيهم بقى في الارض وفي الجو ويطير ويضرب، وبيتحكم كمان في الفيل ده وبيخليه يرمي عليهم صخور عملاقه. واول ما بيشوف الساحر ده بيغل كده من جوه وبيرمي عليه رمح بيخترق جسمه، وبيقول له الساحر غضبك ده هو اللي بيغذيني، طول ما انت مش عارف تتحكم في نفسك مش هتهزمني. بس بيطلع ان كل ده اصلا كان وهم الساحر عمله في دماغ تينج وخلاه يشوف كل ده عشان يعرف يسيطر عليه ويخلص منه بسهوله، لكن تينج بيقدر يحرر نفسه من الاوهام دي بفضل تدريبات التامل اللي الكاهن علمها له. وبين بتكون لسه عايشه والساحر بينصدم
ازاي قدر يحرر نفسه من الوهم ده، اول حد يقدر يعمل كده، والسما بتنور بقى من تاني. وبسبب ان التعويذه بتاع الساحر تنج كسرها، الجنود اللي الساحر كان بيسيطر عليهم بيقعوا على الارض وبيرجعوا لطبيعتهم من تاني. فبينصدم الساحر من كل ده وبيروح لتنج، وتنج بيروح له هو كمان، والاتنين بيدخلوا مع بعض في معركه كبيره جدا. والساحر بيكون غاضب جدا وبيفضل يستخدم كل مهاراته، لكن تنج بيكون هادي وبيقدر انه يسيطر على القتال لحد ما بيدوا له ضربه بيطيره في قلب الميه. فبيغضب الساحر اكتر وبيطلع وبينزل في ضرب بكل قوته وبيطيره بعيد، وبيرمي عليه سكينه بس تنج بيمسكها قبل ما تيجي فيه، وبيروح له بضربه واحده بيطيره على قرون الفيل وبيخلص عليه خالص وبيرتاح منه ومن شره، وبيحرر بعد كده العالم من ظلمه. وبيروح بعد كده لاهل القريه وبيعيشوا كلهم حياه طبيعيه في سلام، وبيقضي بقى حياته مع حبيبته. ودي كانت نهايه حكايتنا. اشوفكم الفيديو الجاي.